بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنكمل سلسله شرح المارفلس، وهنتكلم في الفيديو ده عن اللاينز جوه البرنامج وازاي نقدر احنا نعملهم والطرق المانيبيوليشن بتاعتهم جوه البرنامج، وهنتعلم شويه تيبس اند تريكس كده طول ما احنا ماشيين. فيلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها احنا ازاي اصلا نعمل اللاينز جوه البرنامج. فلو جينا في حته فاضيه هنا كده وجيت من فوق هنا هختار بوليجون او ادوس اتش على الكيبورد، والطريقه العاديه ان انا بدوس كليك 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 واعمل الباترن او الجارمنت بتاعتي بالشكل ده. او لو جينا هنا كده ودوست كليك وسحبت دوست رايت كليك هيطلع لي الويندو بتاعه الكريت بوليجون، واقدر ان انا اكتب الخطوات الثابته او المقاسات الثابته اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اعمل الميرور كرييشن بتاعي سواء في اللوكال او في الاكس اكسس او في الواي اكسس، ولكن هنختار في الواي اكسس ونبدا نعمل الشكل بتاعنا بالمنظر ده كده. هيعمل الجارمنت بتاعتنا بالمنظر ده. طيب كل البوينتس ديت هي ذات زوايا حاده جدا زي ما انتم شايفين كده، شارب ايدجز، ما فيش فيها اي كيرف بوينتس او فيها اي انحناءات او سموثنس. فده طريقه للكرييشن. الطريقه الثانيه ان انا لو جيت برضه على البوليجون هنا كده ودوست كليك وانا بروح للنقطه الثانيه دوست كنترول وبعدين دوست بالشكل ده كليك، هيبدا ان هو يعمل لي حاجه اسمها كيرف بوينت، وانا دايس لسه كنترول اقدر ان انا اعمل بوينتس كلها بالكيرف بالشكل ده كده. لو شلت ايدي من على الكنترول ورحت عملت كليك هنا كده هيعمل بوينت بالشكل ده كده. تمام. وانتم ملاحظين الفرق في الالوان ما بين الكيرف بوينت اللي هي باللون الاورنج والبوينت العاديه اللي هي باللون الاسود دي. طيب لو جيت هنا كده بالماوس ودوست كليك وسحبت هيبدا ان هو يعمل بوينت ليها بيزير او ليها اللي هو الخطين اللي باللون الازرق دول، اقدر ان انا اتحكم فيهم. فبرضه ده نوع من انواع السموثنس. لو جيت مثلا هنا كده ودوست كليك وسحبت بالشكل ده شلت ايدي من على الماوس، لكن نروح على البوينت دي ونقفل الشكل بتاعنا بالمنظر ده كده. لو بصيتوا هتلاقوا ان البوينتس اللي كانت باللون الاورنج اللي هي الكيرف بوينتس مش باينه في الشكل بتاعنا، ولكن اقدر ان انا اتحكم فيها واكسس الايديتنج بتاعها عن طريق ان انا ايديت الكيرف بوينت، ونقدر ان احنا يعني ما نحرك البوينت دي كده، نحرك البوينت دي هنا كده، او نحرك اي حاجه من البوينتس دي. تمام. ولو رحنا على الايديت باترن ودوست على البوينت اللي هي فيها البيزير دوت او فيها الشكل ده كده، اقدر ان انا ازوده من هنا كده بالشكل ده او اقلله بالمنظر ده كده، واقدر ان انا اتحكم في الكيرف زي ما انا عايز. لو عندنا جارمنت بالشكل ده كده اوكي، وجبنا اللاين ده عملناه هنا كده وجينا عملنا هنا سبليت اوكي، وخلينا ديت لفوق بالشكل ده كده، وجينا على الكيرف بوينت عملنا كيرف بوينت هنا بالشكل ده. اللي احنا عارفينه ان انا لو عايز امسك على الكيرف ده وادوس كليك بعد كده ادوس رايت كليك، وعندي هنا حاجه اسمها اوفست از باترن او اوفست باترن اوتلاين بالشكل ده. الاوفست باترن اوتلاين ده انا اقدر ان انا اعمل اكستند لللاين بتاعي دوت لبره، وليكن مثلا احنا عايزين نعمل 5 سنتيمتر بالشكل ده، وممكن ان احنا نزود الرقم لو احنا عايزين نعمل اوفست مره 2 3 4 ايا كانت الرقم القيمه اللي احنا عايزينها. تمام. وتحت هنا في اكثر من اوبشن ان هو يخلي الكورنرز ديفولت، يخلي كل حاجه ملحومه، او يخلي في انجلز في الكورنرز، او يخلي يفصل البوينتس عن بعضها بالشكل ده. طب دي هتبان ازاي؟ لو جينا مثلا على لاين التو لاينز دول كده رايت كليك باترن اوتلاين وخليناها 5، وهاجي نعمل كده كليك ونختار الانفيلد كورنر، هنلاقي ان هو فصل التو بوينتس دول عن بعضهم بالشكل ده كده اوكي. وبرده ممكن ان احنا نعمل اكستند او احنا نعمل ميرور او ايا كانت الاوبريشن اللي احنا عايزينها بناء على السيتويشن اللي احنا واقفين عليه، واقدر ان انا ازود السيجمنتس او الاوفسيتس بتاعتي بالشكل ده. وممكن في المره اللي هزود فيها نعمل انترنال لاين فيحول الخطوط اللي جوه دي لانترنال لاين باللون الاحمر بالشكل ده كده، ولكن مش ده اللي احنا عايزين نعرفه. انا عايزين نعرف حاجه اكثر تطورا شويه او ادفانسد شويه، الا وهي ان انا لو جيت على الكيرف ده كليك وبعد كده دوست شيفت وكليك على الكيرف ده دوست رايت كليك، في عندي هنا حاجه اسمها اوفست از انترنال لاين along كيرفد، فلو دوست عليها هيبدا ان هو يعمل لي كيرف في النص ما بين التو كيرفز دول، واقدر ان انا ازود الستبس بتاعتي او عدد اللاينز بتوعي بالشكل ده اوكي. ونقدر ان احنا نزود الاوفست بتاعهم او نقلله بالمنظر ده كده، او يا اما نزقهم ناحيه الكيرف ده او نزقهم ناحيه الكيرف ده كده، وممكن نريفرس الدايركشن بتاعنا بالشكل ده هنا كده اوكي. وفي عندنا برضو حاجه اسمها الاوبوزيت سيجمنت، لو جبناها كده يدينا شكل تاني بالمنظر ده كده. وممكن نعمل بدل ما هم بتوازي مع الكيرفين بتوعي دول ممكن نخليهم عموديين على الكيرفين، ان انا اجي هنا ادوس بريبنديكولار دايركشن هيديني كيرفات بالمنظر ده. طبعا هو بيحاول ان هو يحافظ على الشيب اللي فوق ده، انا لو مش عايزه يعمل كده فهقول له ستريت لاينز هيعملهم لي ستريت لاينز بالمنظر ده كده، واقدر ان انا نخليهم باي اتجاه انا عايز، ونزود الاوفست بتاعنا بالشكل اللي احنا عايزينه ونقلل ونزود. تمام. ده اوبشن. ولكن احنا لو عايزين بقى حاجه اكستريم فهتبقى كالاتي، هاجي على الانترنال بوليجون لاين ونعمل لاين بالشكل ده كده، وليكن دبل كليك نعمل كده. بعدين هاجي من اديت باترن هنختار اللاين ده دبل كليك ونختار اللاين ده، اقول له رايت كليك انترنال لاين along كيرفد بالشكل ده. هيبدا ان هو يعمل لاين ما بين اللاين الاولاني ده واللاين الثاني ده، واقدر ان انا برضو نزود الاوفست او نقلله
نكملهم او نوديهم يعني نوسع كده المسافات ما بينهم بالشكل ده، او ان احنا نزقهم ناحيه هنا او نزقهم ناحيه اللي هناك ده. وممكن برضو نريفرس الدايركشن والاوبوزيت بحيث ان هو يبص على ده بالشكل ده كده ويدينا اكتر من شكل. ممكن نعمل برضو البريبنديكولار انجل بحيث ان هو يوصل ما بين التو كيرفز دول ما يخليهمش بالتوازي. لو خلينا الاوفست بالمنظر ده كده هو يبدا ان هو يمشي على الكيرف ده ويوصل ما بين الكيرف ده. ونقدر نزود برضو اللاينز بتاعتنا كده لو احنا عايزينهم ستريت، هم اوريدي ستريت فهيبقوا بالشكل ده كده. ممكن احنا نوسع شويه الاوفست ما بينهم ونحركهم لتحت بالمنظر ده. فدي تول قويه جدا هتسهل علينا وقت كتير قوي. في بس مشكله لو انتوا لاحظتوها ان انا عندي هنا ان اللاينز دي الانترنال لاينز مش واصله لحد الاخر في الجارمنت بتاعتي دي ليها حل ولكن هنسيبه شويه قدام في الفيديو علشان ما نلخبطش نفسنا بالمعلومات الكتيره كلها ورا بعضها والدنيا تهرب مننا. فتابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله نحلها. وزي ما احنا قدرنا ان احنا نعمل الانترنال لاينز ما بين تو لاينز، احنا برضو نقدر ان احنا نسلكت لاين واحد بس زي مثلا اللاين ده وهدوس رايت كليك اقول له اد بريبنديكولار انترنال لاين واقدر ان انا اسلكت يا اما الاكس اكسس يا اما الواي اكسس يا اما اللوكال. طيب تعالوا نجرب الاكس اكسس هنلاقيه بالمنظر ده كده ونقدر ان احنا نحرك اللاين على طول الكيرف بتاعنا بالشكل ده. اوكي، وبدل ما هو اكستند لو انا عايز اخليه بوث فيخلي اللاين معمول له اكستند جوه الجارمنت وبره الجارمنت بالشكل ده لو انا عايز يعني بالمنظر ده كده. اوكي، واقدر ان انا اتحكم في الانجل بتاعتي من هنا اللي هي دلوقتي 90 درجه. لو انتوا بس شايفين كده هتلاقوا فيه هنا العلامه بتاعت 90 درجه. اقدر ان انا اخليها مثلا 45 بالشكل ده ونبدا ان احنا نخليها بالمنظر ده. مثلا ممكن نخليها 60 خليها مثلا 120 بالشكل ده كده. اقدر ان انا اتحرك معايا بالمنظر ده بالنسبه للاكس. وفي الواي بنفس الطريقه لو عايزين نعمل في الواي فهيبص في الواي بالشكل ده. بعدين هنروح على اللوكال لان هي انا شايف ان هي اكثر اهميه فيهم. لو جينا نحرك على طول الكيرف هو هيغير الشكل بتاع الكيرف بناء على الشكل بتاع الانترنال لاين بناء على الكيرف اللي هو ماشي عليه بالشكل ده كده. واقدر برضو ان انا بدل ما اخليها 90 اقدر ان انا اخليها مثلا 45 واقدر ان انا احرك على الكيرف بتاعي بالشكل ده ونغير في الموديفايرز بتاعتنا بحيث نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. وممكن يا اما نطول الكيرف او نقصره معانا بالشكل ده كده وبرضو نغير في مكانه بالشكل ده. وزي ما انا قدرت ان انا اسلكت اللاين اقدر ان انا اروح على اي بوينت من البوينتس دي وادوس عليها كليك رايت كليك هقول له برضو اعمل لي بريبنديكولار انترنال لاين ونختار مثلا اللوكال. هيبدا يبص على اللوكال بتاع البوينت دي بناء على الكيرف ده. اوكي، لو جينا هنا بصينا على الويندو دي ممكن اقول له ريفير تو اوبوزيت سيجمنت فهيبدا ان هو يبص على السيجمنت ديت ويعمل اللاين بتاعنا عمودي على السيجمنت دي. انا قدامي يا اما اعمله عمودي على السيجمنت دي على اللاين ده او اعمله عمودي على اللاين ده اللي انا عايزه. اقدر ان انا احدده بالشكل ده كده. طبعا انا مش هقدر اخليها تمشي على طول الكيرف لان هي انا كده كده مسلكت بوينت فمش هقدر ان هي احركها من مكانها. ولكن ممكن نغير الانجل نخليها مثلا 120 نخليها 180 مثلا او 160 مثلا بالشكل ده. اقدر اغير الانجل بتاعتي بالمنظر ده ونقدر نغير الطول بتاع السيجمنت دوت من هنا لو عايزين مثلا نخليه 20 بالشكل ده وممكن نرجعه زي ما كان ايا كانت القصه. وممكن برضو نعمل يا اما يخليه اكستند فيبقى واصل لهنا كده او نخليه بوث فيبقى في الناحيتين زي ما انا عايز. اقدر ان انا اعمل كل الاوبشنز. لو بصينا عندنا هنا كده على الشيب ده فلو بصينا على الانترنال لاين دي وجيت حركتها من مكانها هلاقيها ان هي بتافكت الشكل كله معايا بالمنظر ده كده. فلو انا مش عايز اخليها تافكت الشكل كله اقدر ان انا اجي على السيجمنت ده او اسلكت اللاين بالتو بوينتس دول وهروح دوس رايت كليك واقول له ديفايد انترنال بوينت فهيحول اللاين ده للاين منفصل تماما عن باقي الشكل واقدر ان انا احركه زي ما انا عايز واعمل فيه مانيبيوليشن زي ما انا عايز. ولو انا مش عايز اللاينز تبقى مفصوله عن بعضها لو انتم ملاحظين هنا في فرق ما بين اللاين المربوطه اللي هي باللون الاحمر دي واللاين اللي فيها تو بوينتس اوفرلابنج فوق بعض هتلاقي ان في جواهم نقطه بيضاء. فممكن ادوس دبل كليك على الشكل ده كله وبعد كده شيفت كليك على ده وادوس رايت كليك واعمل جوين اوفرلابنج بوينتس فهيبدا ان هو يلحم البوينتس تاني كلها لبعضها ويحول الشكل ده كله لقطعه واحده. لو جينا على الشيب دوت واخترنا اللاين دي ممكن ان انا ادوس عليها رايت كليك ونعمل حاجه اسمها اوفست از انترنال لاين وابدا ان انا ازود النمبر اوف كوبيز او الاوفستس بتاعتنا من هنا كده او اقللهم بالشكل ده. طبعا هو دلوقتي عامل لهم اكستند فهو اللاين اللي هيتعمل له كوبي هنا هو رايح لحد الاخر بتاعت الجارمنت. فانا لو جيت على الاكستند ديت وطفيتها هيخلي بس اللاين لحد النقطه دي بس كده. ده اللي انا عايزه. ممكن ريفرس الدايركشن بدل ما هو لبره ممكن نخليه لجوه بالشكل ده. وطبعا هو لو في كيرفتشر هيخلي الكيرفتشر بتاع اللاين معانا. هنعمل ريفرس بالشكل ده. الديستنس ممكن ان احنا نزودها خليها مثلا كده. هنا الاوفست فروم بريفيوس لاين اللي هو اللاين اللي احنا واقفين اللي قبليه اللي واقفين عليه دوت. واقدر ان انا ده رقم 1 وعندي رقم 2 3 4 نقدر ان احنا نغير في
كل لاين، لان مثلا عايز اغير اللاين ده، نغير المسافات بتاعتهم بالشكل ده كده، اقدر ان انا اغير المسافات بتاعت كل لاين، ونغير في الاوبشنز دي مثلا، ونبدا ان احنا نزود شويه بالشكل ده، ونبدا ان احنا ننقص بالمنظر ده كده، او نرجعها زي ما كانت ونسيبها بالشكل ده، ونبدا ان احنا نغير في السنتيمتر ده مثلا، نخليه 1 مثلا، ونقلل شويه الرقم وليكن حاجه بالمنظر ده كده، وادوس اوكي. لو بصيتوا انا عندي اللاينز دي، وليكن مثلا احنا عندنا الجنب الناحيه الثانيه اللاينز دي مش واصله لها، وانا اوريدي عملت اللاينز خلاص وانا عايز اوصلهم للناحيه دي، فانا ممكن نسلكت اللاينز دي كده وهروح رايت كليك عليها، وفي عندي حاجه اسمها اكستند تريم، فنختار يا اما للباترن اوت لاين او لو في انترنال لاين فهيوقفوا عليها، وفي عندي برضو حاجه اسمها اكستند تريم واد بوينت، هنعرف الفرق بين الاثنين. لو جينا على دي مثلا قلنا اوت لاين تو الباترن اوت لاين، دوسنا كده كليك، هيبدا ان هو يعمل لهم اكستند للاوت لاين بتاعتنا دي، ولكن النقطه هنا بقى الاختلاف هيبان فيه لو جينا على كيرفتشر بوينت هنا كده مثلا وعملنا اللاين ده كده، هنلاقي ان اللاين ده مفيش عليه بوينتس، ومش هقدر ان انا اسلكت البوينتس دي واخليها تتحرك مع اللاين ده بالشكل ده. فلو فرضا عندنا مثلا اللاين بالمنظر ده كده هنا، وليكن مثلا حاجه بالشكل ده، فهيبقى صعب عليا ان انا اجيب كل بوينت واروح اعمل لها واشدها معايا بالشكل ده، ومحتاج ان انا ابقى دقيق قوي وانا بعمل اللاين، بحط البوينت على اللاين ده مظبوط. فالطريقه الصح ان احنا لو جينا عملنا سيلكت على دول وعملت اكستند للاوتلاين باترن اوتلاين، هيبدا ان هو يعملهم لي بالشكل ده كده. تمام. طيب فرضا احنا تعالوا نرجع تاني اللاينز، ندلت دول كده ونعمل هنا لاين كده تاني بالشكل ده، وجينا على البوينتس دي كده ودوست رايت كليك وعملت اكستند تريم اند اد بوينت للباترن اوتلاين بالشكل ده. فهنا الاختلاف بقى هيبقى ان هو على كل لاين هو عمل مده، وفي بوينت عندي هنا، هو هنا عمل لي بوينت تانية. لو جينا مثلا شدينا اللاين ده كده هنلاقي ان هو عمل لي بوينت تاني هنا، بحيث ان انا اقدر بكل بساطه اسلكت دي كده واحركها معايا بالشكل ده، ونحرك دي معانا بالشكل ده، ونحرك مثلا دي كده، نحرك دي كده، اقدر ان انا اسلكت البوينت واللاين نفسه ونحركه بالشكل ده، فيبقى معانا بالمنظر ده كده. فعندي التو اوبشنز دول، يا اما ان انا اكستند من غير ما يضيف البوينت، او اكستند واضيف البوينت. لو جينا على الجارمنت دي واخترت اللاين بالتو بوينتس دول ورحت عليهم كده، عملت ديفايد وعملت سيلكت لللاين ده، دوست رايت كليك وعملت اكستند للباترن اوت لاين، هيديني خط بالشكل ده كده بالطول ده كده معايا على الكاركتر او على الجارمنت بالشكل ده. فالخط ده لذيذ، اقدر ان انا استخدمه في ان انا مثلا لو عايز اعمل شرايط معينه. لو جينا مثلا على الجزء ده والجزء ده مثلا مع الجزء ده كده ودوست رايت كليك، او خلينا نيجي على اللاين ده واللاين ده بالشكل ده كده، دوست رايت كليك وهنعمل internal line along curved ونخليه perpendicular، ونزود اللاينز مثلا حاجه بالمنظر ده كده وادوس كي، فاقدر ان انا اعمل خطوط بالشكل ده، واقدر ان انا اعمل باترنز على الجارمنت بتاعتي باستخدام الطريقه ديت بكل سهوله واريحيه، واقدر ان انا اكستمايز الشيبس زي ما انا عايز. هنوقف لحد كده في الفيديو ده، على اننا ان شاء الله نستكمل بقيه الشرح في الفيديوهات القادمه. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. اشوفكم فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.